الشيخ محمد حسان كان ليه فيديو بيتكلم ويقول إنك أنت لو سكنت القصور ومعاك فلوس تصرف فيها ليل نهار وركبت أغلى عربيات وعملت كل أمور اللذة في الدنيا، مش هتحس بطعم الحياة ولا هتكون مبسوط من جواك ولا هيكون عندك رضا ولا قلبك مطمن طالما أنت بعيد عن ربنا. دي بيأكد كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني اللي بيبعد عن ربنا حتى لو كان معاه فلوس ومشهور وبيركب أفخم وأرقى العربيات والسيارات وبيسكن القصور ومعاه فلوس، يعني قمة المتعة وقمة النزاهة وقمة الرفاهية، برضه مش هيحس بطعم الرضا ولا بطعم الطمأنينة في قلبه ولا هيكون مبسوط طالما بعيد عن ربنا. تعال نسمع فيديو الشيخ محمد حسان وهو بيتكلم عن النقطة دي بالذات وهنرجع لك تاني. والله والله لو سكنت القصور وامتلكت الأرصدة والعقارات والدور وتجولت في الأرض والجو والبحور فلن تهنأ بطعم السعادة والسرور إلا في طاعة العزيز الغفور. سلم تسلم، واعلم هذه الحقيقة تنجو حتى لا يقتل اليأس قلبك. كنت دايما بسأل نفسي سؤال، بالرغم ان الفنانين والمطربين والرقاصين والحياة الصخبة اللي الناس عايشاها ديت، يعني معاهم فلوس ومشهورين ومعاهم كل ما لاذ وطاب ومعاهم فلوس وكل دي، تلاقوهم برضو مكتئبين ليه؟ وتلاقوهم مثلا بينتحروا ليه؟ واعصابهم تعبانه ليه؟ وتلاقوهم بيروحوا لدكاتره نفسيين ليه؟ واغلبيتهم مرضى نفسيين. ليه؟ انا كنت بسأل السؤال ده ليه؟ فاتاري فعلا ان الرضا والقبول من عند ربنا، وان فعلا طالما انت بعيد عن ربنا ومعاك مال جارور